فيأكل. في أبو حنيفة عنده زيادة عن النص، وسأصوم يوما مكانه. إمام الشافعي هالزيادة ما أثبتها، فلذلك عند الإمام الشافعي إذا أفسد صيامي وما كنت نفل ما بتقضي. عند الإمام أبو حنيفة بدك تقضيه لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. امبارح كنا عم نحكي بالجامع على الخلوة الصحيحة. الخلوة الصحيحة إنه إنسان يكون هو وخطيبته، نعم، اللي كاتب كتابه عليها، أن يكونا في مكان معا آمنين من اطلاع الغير عليهما، قافلين على حالهم الباب. إذا الدنيا رمضان خلوة فاسدة. ليش؟ لأنه مو معقول يفسد صيام رمضان. أما إذا صايمين نفل لا، ممكن يفسدوا صيام النفل، لأنه لا، إذا أجاك ضيف وأنت صايم نفل ولسه الساعة 9 و10 فحطيت له أكل بالذات بصاحبه، تحط أكل بدك تأكل معه، فأفسدت صومك لحق الضيف. قال فلك بذلك بشارة، لك ثواب صيام 1000 يوم، لأنك أفسدت صيام هاليوم مشان الضيف. فإذا قضيت اليوم فلك ثواب صيام 2000 يوم، صاروا 3000 يوم. ليش؟ لأنك أدخلت السرور على قلب ضيفك. طيب إذا رحت تزور بيت أحماك وأنت صايم وعرفوك صايم تركوك تقفل الباب على حالك أنت وزوجتك، أفسد صيامك وأدخل السرور على قلبك وقلبها. إيه نعم. ولك ثواب صيام 3000 يوم. إذا بحسن زيدوا من عندي لزدت لك إياهم. إيه نعم. نعم. ولم يتعين شيء من نعم ساعتنا بالواجبات لسه في واجب خامس. شو هو؟ اللي قلنا إيه؟ نعم، صلاة العيد، الوتر، النذر، قضاء ما أفسده من نفل. لا الضحى سنة قريبة من الواجب، ليست واجب. خلاص راحت. هنا بس تجي نرجع من الداركة إن شاء الله. نعم. ولم يتعين شيء من القراءة من القرآن لصحة الصلاة. لا، السادة الشافعية بيحبوا يجيبوا لنا بصلاة الصبح يوم الجمعة نعم سورة السجدة والدهر. على مذهب أبو حنيفة ما بيجيبوها نهائيا. صلاة الطواف شو هي؟ صلاة الطواف. ايه الطواف؟ أحسنت، هذا رفيق بالحج والعمرة هذا. ايه نعم، سجلوا ركعتي الطواف. نعم، حكم واجبة ما بيسقطوا عنك أبدا. بعد طواف 7 أشواط بدك تصلي ركعتين، جنب مقام إبراهيم إذا صح لك، في المسعى إذا صح لك، بالفندق إذا ما صح لك.